ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. بصوا بقى الجمال اللي هنشوفه النهارده باذن الله نستمتع بيه. يكون فيديو حلو جدا نخرج منه بافكار حلوه للترتيب والديكور. الفيلا بتاع النهارده رائعه التفاصيل. حطوا لنا لايك لقمر النهارده، واللي اول مره يشوفنا في القناه يا ريت تشترك معانا، تاخدوا افكار حلوه جدا جدا من فيديو النهارده باللون الابيض. البيت معمول برقي جدا. بصوا بقى اوضه النوم الماستر. هي على فكرة السرير درجة من درجات الجري الفاتح جدا، بس التفاصيل كلها باللون الأبيض. السجاد برضو فيه جري، البانكت ده جري مع السرير، الكوشنز فيه جري بسيط جدا مع فرو أبيض. بقى بصوا مفرش السرير كله أبيض، الكوشنز بس فيه أبيض، وفيه درجة من درجة فيه سيلفر، والسجاد فيه سيلفر، البانكات ظهر السرير لكن كل التفاصيل أبيض. خدوا افكار حلوه بقى لترتيب السرير بالشكل ده. داخلين على الشتاء، وجود الفرو والكوشنز بالشكل ده بيحسسك ان الاوضه فيها دفى حلو جدا. بصوا بقى كمان التسريحه سيمبل قوي. بصوا كلها مرايات، حتى اللي هنا غيروا هنا بقى بدل بانكيت حطينا هنا الترابيزه. دايما بقول ان انا ممكن انقل قطعه اساس. استنوا نقف هنا بس لحظه كده عند اوضه النوم دي. شايفين جمال اوضه نوم الاطفال؟ تحفه. بينك ابيض من غير تفاصيل كتير. بصوا جمال السرير، حجمه مش كبير لان الاوضه نفسها حجمها مش كبير. دي اوضه اطفال تانية، يعني كل سرير في اوضه. بس بصوا الجمال اللي بينك تحفه تحفه اهو. بصوا بقى التفاصيل الحلوه جدا. الشباك على جاردن، فطبعا الفيو رائع. البوكسات اللي باللون البينك، الكوشنز، الورود اللي محطوطة على السرير، تغييرات بسيطة جدا بتغير في شكل الأوضة. يعني شوف السرير قبل وبعد. البرقع اللي كان حاطينه فوق. هنا بقى الحمام، الدرجات الرخام في السيراميك بتبقى تحفة يا بنات. بصوا الجمال. شايفين قد ايه الحمام سيمبل بس شيك جدا وراقي. المراية نفسها معمولة ازاي، الألوان الفاتحة. الناس بتنزعج من الألوان الفاتحة. هنرجع لجزئية تاني. بس بصوا السفرة قد ايه شيك قوي. التفاصيل اللي فيها جري، درجات الجري برضو في الابيض. الابيض مزعج، ممكن في قماش تنجيد لو نتفق على ده في سجاد، لكن كدهان موبيليا، كدهان مطبخ، كسيراميك ابدا. بالعكس شوفوا بقى المطبخ البياض. حتى الكاتل اكسسوارز بتاع المطبخ كلها باللون الابيض. دايما بفضل يكون في شباك ورا الحوض، خاصة لو على فيو حلو جدا وبيشجعك وانت بتنضفي. بصوا جمال المطبخ، تنظيف الابيض سهل جدا في المطابخ، ويحسسك ان المكان نظيف قوي وراقي. بصوا الجزء بتاع الركن بتاع القهوة برضو كله بالابيض والسيلفر. ايه رأيكم بقى في اللون الابيض هنا في البيت ده؟ بص تسريحة، والكرسي الاكليريك حلو قوي. دايما بقول في كل فيديو مش لازم يكون عندي نفس المساحة، نفس الإمكانيات، نفس الموبيليا، لكن أكيد هخرج من كل فيديو بفكرة حلوة جدا. بصوا هنا أنتريه موديل. الأنتريهات دي بدل أنا عندي ليفينج بس ما عنديش ريسبشن أو ده المكان اللي أنا أقعد فيه، هتبقى قاعدة تلفزيون. وقعدتي يفضل يكون تنجيله بالطريقة دي، السفنج يبقى طري بحيث انك بتقعدي بتستمتعي بالقعدة، مش قاعدة حاجة رسمي قوي زي الصالون، بحيث انك تبقى قاعده مرتاحه مستمتعه. بصوا جمال المطبخ، تفاصيل المطبخ. ايه رايكم في الفيديو القمر ده بتاع النهارده؟ هو فيديو بسيط سيمبل لكن فيه افكار حلوه جدا وفيه روح عاليه جدا. الشقه دي فيها احساس بدفء عالي جدا اهو. بصوا الحمام كمان مره، السيراميك ده موجود جدا، ويفضل انك يعني لو حابه حاجه تليق على كل الاساس وكل الالوان، ده حلو قوي. بصوا بقى السرير ده قد ايه ناعم، حلو قوي، ستانلس بلون السيلفر. طبعا مش الجولد، السيلفر احلى كتير جدا لو هتعملي سرير معدن بالشكل ده اهو. الفيديو النهارده مش طويل، بس هنقف بس عند الجاردن وافكار حلوه جدا اللي حد عنده جاردن وعاوز ياخد افكار يطبقها فيها. فاعتقد الفيديو هنا هيديني الافكار ده شكل نهائي كده للبيت كله على بعضه. نخرج بقى في الجاردن. واتمنى ان فيديو النهارده
يكونوا استفدتوا منه، خدتوا منه خرجتوا منه ولو بفكرة واحدة. وأتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة، وعلى وعد إن شاء الله بلقاء في فيديو جديد وشقة جديدة وعروسة جديدة. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسيبكم بقى في الجاردن في الجو والهواء الطلق، ونشوف أفكار حلوة جدا نقدر نطبقها في الحقيقة. بصوا الجمال واستمتعوا.